هلا وعيني، شلونكم؟ اخباركم؟ وياكم شيف خلدون. تعالوا حتى نشوي السمك برا، والاجواء كلش هوايه حلوه الشتويه، ولازم نشغل النار مالتنا. اول شي جبنا الجذل مالتنا هذا الكبراته، راح نخليه بالمنقل يشتغل زين على مود يصير عندنا اياه جمر ومرتب ومعدل. تعالوا حتى ناخذ لكم فره بالقريه مالتنا او حوالي البيت مالتنا. هنا الوالده زارعت لكم بعض الخضروات، طبعا كل مره احنا نزرعها يعني نحرث الارض ونزرع بها. هالمره قالت لا، اريد ازرعها بهالشكل هذا لان دائما يصير بها عشب. بهالترتيب هذا راح يكون ما بها عشب وكلش هوايه معدله وحلوه. وهسه عندنا هنا الماعز قاعد ياكل ويشرب مي ومتونس والحياه زاهيه له. فهسه راح من يمي خاف شويه، ما اعرف شو المشكله. وبعدين هنا وقت الغروب كلش هوايه معدل بالقريه، وزغزغه العصافير والاجواء كلش معدله. واهم شي البروده مالت الجو كلش حلوه. هم زين خلصنا من الصيف وجانا الشتاء على مود نحس انه اكو بروده والجو حلو. واكيد ما ننسى شجر الرمان، الشكل مالته صار يخبل، الورق صار اصفر على اخضر، وعندنا هنا الثمر مالته صار القشر مالته احمر. فالاجواء حيل حلوه. وهنا الورد، هاي ورد النرجس، شوفوا شلون كلش هوايه حلو. وهنا عندنا الورد مالت الجوري هم مفتح والاجواء معدله. وهاي الدجاجه ما اعرف شلون اجت قدامي وبدت تاكل وتتونس. اريدكم تضيفوني على الانستغرام، واذا حبيتوا هيك هواي فيديوهات على مود ننزل لكم ياهن دائما. هنا جبت سمشتين بهالترتيب هذا، كل يزن الوحده 3 كيلو. تمام عيني. اول شي نجيب طماطه راح نبدي نمسح بيها. اهم شي بالطماطه تمسحونها كل زين على مود تاخذ لون حلو يعني. هاي الطريقه مالتها معدله. اكو البعض يغسله والبعض ما يغسله. انا حقيقه اكثر المرات انشفه. اوكي، يعني ما اغسله غسل، انشفه. انشفه بكلينكس. هاي عندنا يا هنا. هسه ضفت ليمون دوزي وملح. اهم شي تضيفون يعني ملح يكون ناعم او خشن، ويدخل بالسمكه زين ويصير حلو شكله ومرتب. بعد هنا راح نشيلها ونخليها بالشوايه. هاي شوفوا، هاي اول وحده وهاي الثانيه. وهناك طبعا راح اخلي دجاج. هاي هنا خليت هسه الدجاجه، وهنا خليت السمك، وهاي السمك الاخر. هاي الاجواء الحديقه كلش حلوه. هسه راح اروح اخذهن وين؟ للمنقل على مود استوهن كلش زين. وشوفكم الطريقه مالته وشوفوا الاستواء كلش حلو. بعد ما رتبتهن بهالمنقل هذا وبهالطريقه هاي على مود يستون على كيفن. كل ما يكون بعيدات راح ينشفن اكثر لحد ما يصير جمر عندي واخليهن عليه. شنو راح يصير؟ يعني تستوي درجة أولى ويصير الريحة مالتها والطعم خرافي مختلف، حتى مي ما يبقى بيها. هنا عندنا الدجاج قاعدة تستوي على كيفه. وبعد ما بدأ يستوي الدجاج عندي، هاي السمشة خليت لها صلصة ووحدة بدون صلصة على مود تصير تمام. بعد هنا دخلتهن على البيت بعد ما استوين، خليتهن بصينية على مود اخليهن بالصياني مالتهن. وهاي الترتيب مالتهن وسهمكم العافية. وياهن اكيد ما ننسى الرز الاصفر والاحمر والزلاطه والطرشي والخضروات. سلامكم العافيه وسووا لنا لايك حلو.